لقد سمعت أن سهيلة ابنة أبي الحكم تريد لنفسها. من سهيلة يا أختي، ولعي بقى ولعي. مين؟ تلك الممصوصة عود الخيزران الناشف. وانا اولع فيها ليه يا اختي؟ انا اعمل حاجه تانية. تيجوا نعمل رز بلبن؟ يلا بينا. يلا بقول لك ايه، دي الحاجه الوحيده اللي مامي بتعرف تعملها في المطبخ، والحمد لله والشكر لله. فانا قررت ان انا اورثها لكم. لا مامي اصلا عمرها ما وقفت في المطبخ اصلا. حلو، يبقى انا دلوقتي مش مهم اللي انتوا سمعتوه، يلا. المهم ان احنا نعمل نعمل رز ايه؟ بلبن. رز بلبن. اتفضلوا معانا عشان دي الحاجه الوحيده اللي هتورثوها مني يا حبايب قلبي ان شاء الله. اتفضلوا معانا. بقول لك ايه، نعم. لو مت هتزعلي عليا؟ ايه؟ لو مت هتزعلي عليا؟ ايه؟ مفيش شبكه هنا. اقول لك لو متي هعمل لك كوردير ابو 3 حرفيات. الحمد لله ضمننا الكولدير. هنشرب بق ميه بعد ما نموت. يلا يا جماعه بينا. عشان نعمل رز بلبن. طيب، انا دلوقتي قعدت 5 6 7 10 ساعات كده. خلصت الرز بلبن يا جماعه. بصوا قوام الرز بلبن، بصوا جماله، شمين ريحته. انا عارفه طبعا ان انتوا ورا الشاشه فمش شمين اي حاجه، فانا بغيظكم بس مش مهم. المهم عندي دلوقتي ان انا عرفت ولادي سر الرز بلبن الجاحد ده الجامد اللي ملوش اي وصف اخر غير ايه. ولاد، علمتكم انتوا بتعملوا رز بلبن هنقول ايه في اللفه؟ ازاي تعملي لفة الرز بلبن بطريقة الست المصرية؟ ازاي؟ انا اقولك. هتجيبي مش عايزين نقول بقى، مش هنقول اسرارنا. هسيبكم على نار، مش هقول لكم اسرارنا. ماما قولي يا روحي. انا جعانة. ماما انا جعانة. انا جعانة. ما تاكلينا يا ست انت بقى. انا مضطره اقفل عشان الحق اكلهم. انا جعانة. عشان شكلها كده عايزه تعملي الكولدير ابو 3 حنفيات عشان رز اللبن. طبعا احنا كده بعد الهزار والضحك والتنطيط والورث اللي انا ورثته لبناتي وصلنا لاخر مرحله يا جماعه. فاحنا مضطرين دلوقتي ان احنا نغرف. المفروض ان احنا بنغرف. هو تقريبا اول طبق انا غرفته راح في الوبا. فانا مضطره دلوقتي ان انا بعد اذنك بقى بره المطبخ. لا بره المطبخ بقى يا ماما، بره المطبخ يا حبيبتي، عشان بس يتبقى حاجه لاخواتك بعد اذنك. بره بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي تعالي. طب امسكي التليفون تاني، مش لازم بره. امسكي هاتي كده وسمحتي كده. ايوه اثبتي. طب اكل ازاي؟ وطريقة الغرف المصرية مش الشاطرة الفلاحية. ولا شاطرة ولا فلاحة. شايفين الكلاكيع؟ مش مهم، هياكلوه بضرب الجزمة. شايفين الكلاكيع؟ عايزة اكل. بص والله بياكلوا بضرب الجزمة. يقدروا ينطقوا؟ والله ولا يقدر. ده حلو قوي يا ست انتي، ربنا يسامحني يا رب. بصوا الجمال والحلاوة. تسلم ايدي. خلص بضرب الجزمة. تسلم ايدي اهو. ضرب الجزمة جايب نتيجة. يلا يا ماما روحي من هنا. يلا خلاص خلصنا غرف. نصيحة لكل الناس. هو انا مش عارفة انا المفروض انصحكم بايه، بس هو يعني تمام. دي اخرة الحظر، دي اخرة ان انتم قاعديننا في البيت من الساعة 9. هنبقى استهلاكيين اكتر كده. اللي ما قريتوش ده كده. واللي انتم مش عارفينه بقى ان هيجينا تخلف ذهني اكتر ما احنا متخلفين ذهنيا. يعني احنا هنطلع عليكم من كل حتة بالفيديوهات. قبلوا بقى يا جماعة. انا قررت اعمل مقلب في صفية بنتي. يا صوفي. ايه ده؟ في ايه؟ صوفي لحقيني. وايه ده؟ ايدي اتلسعت
ساعات من الحله وانا بعلمك طريقه الرز باللبن. بصي ايدي كلها بقت جايبه دم. ريحة الرز بلبن ده جميلة حبتين. هي ما دخلتش عليكي؟ روح اغسلي ايدك، روح اغسلي ايدك. حاضر، انا رايحه اغسل ايدي يا جماعه. يا جماعة أنا هروح دلوقتي أعمل مقلب في اللي عملت مقلب فيا من شوية. تعالوا معايا. الحقوني الحقوني. في ايه يا صوفي؟ في ايه يا صوفي؟ مالك؟ عورت واوا. مش هتدخل عليا، انا لسه عاملاه فيك من شويه وما دخلتش عليكي. وبعدين كده كده احنا عاملين الفيديو ده واحنا عارفين انا وانتي اصلا، فروحي اغسلي ايدك انتي كمان. خلاص يا بت. وجينا للحظه الحاسمه، لحس الحلقه. بت 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 كلتي هناك الرز بلبن كله. بت بت ماما امسكي كده، ماما امسكي، ماما امسكي امسكي امسكي. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا قاعدين بيعملوا ايه على الرز بلبن على الحله عشان يلحسوها. بصوا بصوا قله الادب، بصوا القذاره، بصوا بت 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 بصوا بصوا الوساخه، بصوا بصوا بنتي بتعمل ايه. شايفين؟ احلى حاجه بقى في الحله اللي انا دلوقتي بلحسها ان انا عاملاها 2 في 1. الاطراف بتاعتها جايبه مهلبيه. ودي بقى رز بلبن.